ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش، دي قناتي يوميات ومهمات، ما تنسوش تشتركوا في القناه وحطوا لايك. طبعا قبل ما نبدا الفيديو صلي على الحبيب قلبك كتيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل كشري مصري اصيل. هنا بقى نقحت اللي هو العدس البني ده في ميه ده سخنه، والحمص طبعا ننقعه طبعا قبلها من بالليل، يا 6 ساعات يا 8 ساعات، يا على حسب مثلا ما انتوا هتعملوا. مثلا تكونوا عارفين انتوا هتعملوا كشري ايه، تنقعوه من بالليل. ماشي. هنا بقى تحت البصل كده شرايح او جوليان، لو انتوا عندكم المقشرية بتاعت الشيبس هيكون اسهل لكم، لو مش عندكم قطعوه زي ما انا مقطعاه كده شرايح متساوية. هنا بقى مسكته ونشفته بمناديل المطبخ طبعا عشان يطلع كل السوائل اللي فيه، وبعد كده هنزل عليه بنشا ومعلقتين دقيق، وهقوم مثلا ايه ماسكاهم كده ايه موزعهم على كل الايه البصل. وبعد كده بقى هاخده ايه على الطاس هقليه عشان هستخدم الزيت بتاعي. هنا بقى احط الحمص اهوت طبعا بعد ما شطفته، وانزل عليه بميه، يا سخنه يا ميه عاديه من فلتر. هنا بقى برضو غسلت العدس البني، وبعد كده برضو ايه هحطه على البوتاجاز يستوي، طلع كل الايه الغازات اللي فيه. طبعا هنا هوت البصل هنطلعه على مناديل المطبخ، مش اللي هو محمص قوي يعني، لا، تطلعوه كده اللي هو ايه طري شويه وتسيبوه ينشف على المناديل. هنا بقى ديت ايه ده البصل اللي انا الزيت اللي هو بتاع البصل ده بقى هنستخدمه فين في الكشري كله. هو الفيديو هيبقى طويل شويه، بس اكيد اي حد عارف ان الكشري، بس انا والله حاول على قد ما اقدر ان انا ايه اختصر لكم الموضوع. هنا بقى ده طبعا معانا معلقه توم، النقطة السمرا دي فلفل اسمر. هنا بقى هنزل بالايه هشم ريحة التوابل كده مع الثوم اللي هي ايه كمون وفلفل اسمر مع الزيت بقى كده، يا الريحة فظيعة. بعد كده بقى هنا هنزل بايه بحوالي كده معلقتين معجون طماطم، عشان بيخلي التسبيكة كده ايه حمرا وحلوة زي خدودكوا كده. فايه هنا بقى احط شوية سكر، وبعد كده انزل بعصير طماطم مضروب. ماشي. الطماطم عندكم يا تضربوها كده، ماشي، طلعوا غليكوا فيها، يا تحطوها على البوتاجاز تستوي، ماشي، وبعد كده ايه تضربوها في الخلاط. يعني عندكم يا دي يا دي. هنحط بقى كمون وفلفل اسمر وايه شويه ملح، وهنسيب الايه الصلصه تتسبك مع نفسها وتتصلص مع نفسها. هنا برضو الزيت ده مكمل معانا، هنعمل بقى الايه تاني حاجه كده الايه الرز. ماشي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنزل بالشعرية، والشعرية تكون ايه على حسب كمية الرز. انا هنا غاسلة رز على كبشة عدس اصفر. هنا لازم الشعرية بتاعت الكشري نغمقها سيكا، يعني نغمقها سنة عن ايه عن لونها الطبيعي، عشان تبقى ايه الكشري. هننزل بقى ايه زي ما انتوا عاوزين، هنزل بشوية ملح وفلفل وشوية كمون. لو مش عايزين تنزلوا بالتوابل على الرز، بس بتدي طعم الرز جامد، جربوها وعلى ضمانتي. وزي العادة هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، يعني ايه انا بحب اكتب لكم الحاجة في صندوق الوصف. هنا بقى هشوح الرز شوية كده، طبعا هكون مجهزة ايه مية سخنة، مش هينفع ننزل عليه بمية ساقعة يعني. هنا بقى ايه حاطة فيها واحدة ماجي، يعني لو انتوا مش عايزين تحطوا ماجي ما تحطوش عادي، بس هي بتخلي طعم الرز برضو ايه حلو. هنا بقى هننزل عليها بالكمية هنخلي اللي هو الرز زي باين كده. هنا بقى هنعمل الدقة بتاعت الايه اللي هي بتبقى بجنب الكشري كده. هنزل بقى بعصير ليمون وفصين توم، وهنزل بقى بايه بحوالي كوباية مية ونص مج خل وملح وكمون وشوية ملح، وبعد كده هنركنها على جنب بقى. اهي كده بقى ايه الدقة ايه جاهزة. هنركنها بقى على جنب طبعا عشان هنحتاجها برضو ايه اسمها ايه في الشطة، هناخد منها كبشة. هنا بقى ايه هحط حاجة كده غويطة، يعني ايه يا كسرولة يا حلة غويطة، هنحط فيها شوية زيت حلوين كده، وهننزل بقى بكمية الشطة بقى وكله يعطس بقى وايه حاجة فلة يعني. يا ريت تلبسوا كمامة وانتوا بتعملوها. هنا حمر البتاع، هنزل عليها بشوية ملح
وبعد كده ايه هحمر فيها، وبعد كده هاخد بقى من الدقه اللي انا عملتها دي حوالي كبشه كده. يعني ايه، بصوا شويه دول اللي انتوا شايفينهم دول اللي بقوا في الاخر دول بالثوم بقى والبتاع، تاخد كده غلوتين، وبعد كده انزل عليها بمعلقه الصلصه اللي انا ايه مصلصاها للكشري اهي. بس كده هتاخد قلبة وكده جاهزه معانا خلاص. بعد كده بقى هنسلق اخر حاجه ايه المكرونه، وبعد كده بقى خلاص كده ايه الكشري خلص معانا. هنا بقى معايا اللي هي المكرونه اللي هي الخرط الصغننه ديت على ايه الاسباجيتي. هننزل بالخرط الاول، وبعد كده طبعا مش هنحط الاسباجيتي سليمه كده، هنقسمها نصين، وبعد كده هننزل فيها فين ميه فيها ملح. هنا بقى اهو بعد كل الحلال والمعركه اللي قامت في المطبخ دي كلها، ادي هو ده الكشري. ادي الرز ده اهو بعد ما استوى، والمكرونه طبعا بعد ما عم استوت برضو. هترصوا بقى الطبق بالشكل اللي يعجبكم واللي تفضلوه. هنا بقى احط هنا كده كبش يعني زي ايه خط من الرز، وبعد كده احط مكرونه، وبعد كده احط عدس اللي هو البني دوت ماشي. و بصوا الطريقه اللي تحبوها اعملوها، في الاخر كلها هتقلب على بعض وهيتاكل وهينزل المعده يعني. يعني ايه بس عشان التصوير مش اكتر والله، يعني انا صريحه معاكم. انا بقول لكم كله في الاخر هيتقلب على بعضه وهناكل وبالف هنا وشوفوا كان طعمه حلو. جربوه صدقوني هيعجبكم. وبعد كده بقى ننزل بالحمص والبصل اخر حاجه، وبعد كده بقى هنحط الايه الصلصه. بصوا شايفين لونها عامل ازاي، حمرا وجميله، كان طعمها لذيذ بصراحه. بحطلهاش خل، يعني ايه انا مبحطلهاش خل، لا زي ما انتوا شفتوا كده يعني ايه الطريقه واضحه قدامكم وايه وكل حاجه كانت متصوره قدامكم. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.